السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في قناة يلا كورة. الاتحاد الدولي لكرة القدم يرسل خطابا موجها للاتحاد المصري والنادي الأهلي بشأن احتفال اللاعب محمد مجدي أفشة، والاتحاد يرد. قبل أن نبدأ، لو أنت من محب النادي الأهلي دوس لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابا موجها للاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي يستفسر فيه عن طبيعة احتفال اللاعب محمد مجدي أفشة في مباراة طلائع الجيش، والأهلي لم يرد عليه حتى الآن. وقال حسين عامر عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا الاستفسار أمرا طبيعيا، ولو طلب الفيفا توضيحا من الاتحاد المصري بخصوص احتفال اللاعب محمد مجدي أفشة لقمنا بإيضاح الأمر. وقال أيضا: فأحيانا يتم افتعال مشاكل بلا أسباب، ما يجعلنا نشغل بالنا بأشياء لا تتعلق بكرة القدم. وعلى الجانب الآخر فإن النادي الأهلي جهز بعض الردود. جهز النادي الأهلي بعض الردود على اتهام اللاعب بأنه قام بالاحتفال على الطريقة النازية، منها أن اللاعب أنكر معرفته بالاحتفال النازي أصلا، وأيضا أن كل هذه الأمور افتعلتها جماهير الخصم. فالأمر طبيعي جدا، فكثير من اللاعبين في العالم يقومون باحتفالات لا يعلمون إلى ماذا ترمز ولا إلى أين تشير. وقال النادي الأهلي أيضا أن اللاعب عقب المباراة وهو يستلم جائزة أفضل لاعب في المباراة كان بصحبة والده، وأن ذلك يدل على أنه في الاحتفال كان يشير إلى والده وليس إلى الاحتفالات الغير مشروعة أو السياسية.